الرحمن عمر، كيف الأخبار؟ بل آخر مرتزق وآخر متعاون وآخر غحاتي، كيف الأخبار؟ شوف منال عمر، أسامة الصادق، عزو الترابي، عبد القادر أحمد، أحمدانا، أحمد عبد الباقي، ليلى أحمد، أبو منير، كيف الأخبار؟ واضح الصوت؟ فانزاتي قحات عروساتي زيكم وحشتوني موت. غحاتة جيتوا ولا لسه؟ نرجع لغحاتة. وينون تعلق الغحاتة نسلم عليهم. متجر أثاث مستعمل، كيف الأخبار؟ دول سوداني، فادي، هيبات الفاضل، أم محمد القوصي، عبد الغني، كيف أخباركم كلكم؟ محمد حسن. معزة قالت ما عملتوا صفحة جديدة. لا، ما هو خلاص الغحات ديل مع ناس كيسهم فاضي، معهم مارك الحمار ده، فكلهم. لكن الصفحة التانية جاهزة برضو. راشد عبد الله، بإذن الله. جعفوري، لبنى، سويت لبلال.
ابشر ابشر. لا 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 لا، شغل عجيب اقسم بالله العظيم. ها شغل بختلف يا صاحبي، شغل بختلف يا صاحبي. دي لناس الجوية الفادة، دي للجيش شت، إلا دي لناس الجوية برام. تباه يا جوية تباه. علي لا لا لا، ده شغل بختلف، ده شغل بختلف عديل. ها
نشيد بتاع العالم بتاعي بعد ده حاجة بيحبها صرفة، زول بيحبوا صرفة. طيب السلام عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الناس اللي في اللايف السلام عليكم، كيف مسيتوا كلكم كده يا اخي؟ والله العظيم مشتاقين. كيف اخباركم؟ طمنونا عليكم يا اخي، ربنا يحفظكم. وقريب ان شاء الله يعني بتثبت لكم الصفحة باذن الله. وتاني يعني في كل لحظة نخش لايف مطمئنين وامورنا طيبة باذن الله، وما بتجيكم اي عوجة باذن الله. أهلنا في البيوت السلام عليكم، أمهاتنا وأبانا الكرام، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. كيف مسيتوا؟ إن شاء الله طيبين. أخواننا وأخواتنا السلام عليكم، أبنائنا وبناتنا، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. قوات مسلحة كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. جوية السلام عليكم، سلاح الجو السوداني كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. قيادة عامة كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طمنونا عليكم، إن شاء الله أنتوا كويسين وإن شاء الله ما عندكم عوجة. كل الناس في السودان وبر السودان والأسر المستنفرة، ويعني في أي حتة في العالم السلام عليكم. الشعب السوداني، الشعب الكريم، الشعب الطيب، إن شاء الله كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طمنونا عليكم، إن شاء الله أنتم ما عندكم عوجة وإن شاء الله طيبين. قوات مسلحة، مستنفرين، مقاومة شعبية، قيادة عامة، قيادة خرطوم، قيادة
بورسودان، كيف أخباركم؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. كيف أحوالكم؟ أنا بخير الحمد لله، ما عندي أي عوجة، أموري طيبة، كل الأمور مرتبة، ما في أي عوجة. وما زلنا في معركة الكرامة، وما زلنا يعني نقاتل، وما زلنا صامدين، وبإذن الله منتصرين. عندنا الليلة حدثين مهمات جدا، يعني سلاح الجو السوداني والعمليات العسكرية اللي قام بيها، وسلاح الجيش السوداني ياسر العطا تصريحاته، والاثنين يعني متوازيات. وتصريحات ياسر العطا الليلة غيرت المعادلة تماما، وأعادت يعني الطمأنينة والسكينة للقوات المسلحة وللشعب السوداني، فحنسمعها مع بعض بإذن الله. وتكون البداية يعني تكلم كلام مهم جدا، وتداولته وسائل الإعلام، وفيه مقاطع. احنا هناخد مقطع بس واحد نشوف اللغة اللي بيتكلم بيها السيد القائد العام والسيد ياسر العطا، والناس تفهم في لقائه الليلة وجه رسالة شكلها شنو. الحتة دي مهمة جدا من قناة الحدث. انتقالية جاري العمل الآن بسرعة كبيرة جدا، والأخوة في السودان قطعوا شوط كبير جدا في إلقاء الوثيقة الدستورية، والآن تم التوافق على وثيقة دستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية للحكم الديمقراطي. بعد إعلان هذه الوثيقة غالبا يخاطب الأخ الرئيس الأمة السودانية بإلغاء الوثيقة الدستورية وإعلان الدستور الجديد، وإعادة صياغة مجلس السيادة، تعيين رئيس الوزراء مستقل، وهو اللي حيعين الحكومة حقته من كفاءات مستقلة لإدارة شؤون الفترة الانتقالية التأسيسية. وكشف عضو مجلس السيادة السوداني أن روسيا طرحت على السودان تعاونا عسكريا يتمثل في منحها نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمداد عاجل لهم بالأسلحة والذخائر، وأوضح أنهم وافقوا على طلب من الجانب الروسي تطوير التعاون العسكري إلى شراكات اقتصادية وزراعية. وهم طرحوا لنا تعاون عسكري نقطة تزود، هي ما بعيدة، نقطة تزود بساط إمداد عاجل بالأسلحة والذخائر. نحن وافقنا على هذا الأمر، لكن قلنا لهم ليه نحن نطور التعاون العسكري التعاون الاقتصادي في شكل شراكات زراعية، شراكات في التعدين، في الذهب، في الموانئ، في التصنيع الزراعي، في كذا. ووافقوا حسب وفود. الوفد العسكري حيمشي خلال أيام، بعده في وفد وزاري برئاسة الأخ نائب الرئيس مالك عنكار برضه حيمشي. خلاص كده الأمور واضحة والوضع مطمن. السيد ياسر العطا قال إنه سيتم إلغاء الوثيقة الدستورية أول حاجة، وأي حاجة بتربطنا بقحط انتهت، وأي حاجة بتربطنا بالمجتمع الدولي انتهت، وأي حاجة بتربطنا بالمستعمر انتهت. ومختصر تصريحاته قال نعتذر للشعب السوداني عن أي تقصير ونتحمل ما يحدث بكل مسؤولية. السلام عليكم الجيش. سيد ياسر عطا قال نعتذر للشعب السوداني عن أي تقصير، إحنا مع القوات المسلحة وبنتحمل معاهم الأخطاء وبنتحمل معاهم الصح، ولكن القائد الصحيح بيعترف بقصوره وبيعترف بمسؤوليته، ما بتهرب منها، ما بيرمي اللوم في طرف ثالث. لو اتكلمت عن حميدتي حيقول لك والله كنا ماشيين كويس لكن في طرف ثالث. لو اتكلمت عن حمدوك بيقول لك احنا والجيش علاقتنا مستدامة وعلاقة نتمنى العالم يتعلم منها، لكن في طرف ثالث اللي هم الفلول. لو اتكلمت عن خالد سلك يقول لك والله احنا كنا موقعين في المنامة وفي جدة وفي الإيجاد، لكن في طرف ثالث. انت يا خالد سلك ما عندك قصور وانت عندك مسؤولية مفروض تتحملها.
مسؤولية أخلاقية، مسؤولية تاريخية، مسؤولية سياسية. بتنكروا منها بيقولوا إنه والله كنا ماشيين كويس، لكن الفلول والطرف الثالث. ياسر عطا قال إحنا بنعتذر للشعب السوداني أول حاجة تحمل المسؤولية. ثاني حاجة قال بنعتذر للشعب السوداني عن أي قصور ونتحمل ما يحدث بكل مسؤولية. نتحمل ما يحدث دي كلمة كبيرة جدا ومهمة جدا، إنه القائد يطلع يقول للناس أنا والله بتحمل المسؤولية. بتحمل المسؤولية يعني أي كلام إيجابي، أي كلام سلبي، أي طعن، أي انتقاد إحنا بنتحمله وبنسمعه، والناس عندها حق. ما دام قال لك أنا مسؤول معناها أنت عندك حق في أي كلمة تقولها. إذا أنت لاجئ برا السودان بتتعرض لمشكلة ووجهت اللوم للقوات المسلحة، قال لك إحنا الرجال والله بنراكزين وبنتحمل، وفي قصور وأخطاء حصلت وإحنا بنعالجها وحنصلحها وحنسلمك البلد نظيفة. اتحملنا الحاجة دي. تاني قال تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا. الكلمة دي تخط فيها 26 خط. قال تأخرنا في استرداد الخرطوم وبحري ولكن الآن نحن جاهزون. الليلة احنا هنتكلم عن بحري والخرطوم برضو. سيد ياسر عطا فتح الباب لأي زول عنده انتقاد أو توجيه أو نصيحة، وإحنا القوات المسلحة قلنا ما بنخونها، بننصحها. إحنا كإعلام مساند للقوات المسلحة، دورنا هو دعم القوات المسلحة وليس طعن القوات المسلحة. دورنا ما تخوين القوات المسلحة، ولكن دعمهم في الحاجة الصح وتديهم راية الشارع. وانت مواطن عبر، ممكن الجيش ده يجي مر جنبك وانت ما عارف المشكلة بتاعتك. ما لازم ترفع صوتك ولازم تسجل صوتك ولازم تكتب ولازم تصور. هم بيجي مارين جنبك التأشيرات ماشية، ما عارف انه في الحتة دي في مشكلة، توريهم تتكلم. فاحنا دورنا مناصحة، دورنا نوريهم الحاصل. فالسيد ياسر عطا قال يا أخي تأخرنا في استرداد الخرطوم وبحري لمزيد من الإعداد. لحد هنا إحنا كشعب سوداني ما مسؤولين من إعداد القوات المسلحة. في عمليات عسكرية، في استراتيجية عسكرية، في خطط عسكرية لا يمكن نتدخل فيها. ما بتيجي تلقى لك دكتور شغال في عملية بتاعت قلب مفتوح تقول له ما تثبت الشريان ده بيجاي خلينا أجيب لك كوباية شاي. ما بتقدر تعمل الحاجة دي. بتقول له يا دكتور يا أخي العملية دي مفروض كان تعمله امبارح، أجلتها، ظهرت مضاعفات للمريض ده في وشه، ظهرت حساسية، بقى ما بياكل لأنه أنت كنت مشغول أو عندك حاجة تانية، سافرت مؤتمر في بريطانيا مع أنه المؤتمر مهم لك أنت وإعدادك أنت، لكن في سبيل الحاجة دي تضاعف المرض بتاع الزول ده، من كان علاج ساي هسه بقى إلا عملية قلب مفتوح. أنا أتكلم في دي، لكن جوا العملية ما بتكلم، ما فاهم حاجة أنا. وممكن يكون عندي خلافات مع الدكتور، لما دام فتح قلب الزول ده أنا حكون بتفرج بس وساكت. عشان كده أي قائد في الدنيا بالدين وبالقانون وبالمجتمع عنده صلاحيات ما عند الناس التانيين، وعشان الناس توصل صوتها بدون فوضى ما بتتكلم مع الحاكم مباشرة، في أدوات ووسائل بتتكلم بها مع القائد والحاكم عشان ما تبقى القصة هرج ومرج ساي. فهو هنا قال لنا تأخرنا عن بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد ولكننا جاهزون حاليا. بين كلمة جاهزون حاليا في الخطاب بتاع السيد ياسر العطا دي النقطة اللي احنا هنتكلم بها من بكرة. جاهزون حاليا بس خلاص، تاني ما عندنا حاجة. كان في إعداد واحد، في قصور في الذخيرة دي احنا بنتحملها مع الجيش. الجيش لما انقادوا يتعرضوا لعقوبات دولية احنا بنتحملها معاهم، ما بنقول والله ما بيهمنا البرهان يتعرض لعقوبات او الجيش يتمنع منه الطيران او يستهدفوا سلاح الطيران. لا ما بنقول ما بيهمنا. لما الجيش يجي يقول لي والله انا الحته دي رجعتها لانه كان في طابور جوا الجيش، انا بقول له ما بيهمني، ده موضوع ما بخصني. في طابور داخل مكتب البرهان انا الموضوع ده ما بيهمني، ده ما بخصني، ده عذر انا ما بقبله من الجيش. لكن عامة احنا الجيش ذاته اذا وقعت عقوبة على جندي واحد فتقع على الشعب السوداني قبال ما تقع على القوات المسلحة، وبنصد لها احنا قبال ما تصل القوات المسلحة. هسي هو قال احنا جاهزين دي خلاص، احنا من بكرة بنتكلم انه احنا دايرين نشوف شغل في الخرطوم، دايرين نشوف شغل في بحري.
أهل الخرطوم وأهل البحر صبروا صبر يعني ربنا يجزيهم فيه خير، وربنا ينصرنا بصبر المواطنين ما شافوا أي حاجة، ما شافوا كاكي وقاعدين جوا الخرطوم. الناس اللي قاعدة في شمبات الآن هجروا من بيوتهم، الناس اللي كانوا قاعدين في بحري في حول المستشفيات الكبيرة في بحري، ديل ما كانوا قاعدين وصامدين وصابرين في شمبات، في غيره، في الكدرو، في أركويت، في جنوب الخرطوم، في جنوب الحزام، في الصحافات، في ديل صبروا. انا قبل اهل الخرطوم طلعوا ال 12 مليون ونص. انا بتكلم عن الناس القاعده دي. انا بتكلم عن الناس القاعده دي. الجيش لازم يصلهم، الجيش لازم يتحرك ليهم. ديل دار يشوفوا جيش. ام درمان شافوا جيش. الجزيره دي رغم الاخفاقات اللي بتحصل والانتصارات اللي بتحصل شافوا جيش. الفاشر شافوا جيش لانهم هم الجيش ذاتهم. بابا نوسه شافوا جيش. الهجانه، لكن ناس الكويت ديل حسي 13 شهر ما شافوا جيش. ما في زول عارف عنهم اللي بيحصل شنو، ما في زول حيعرف اللي بيحصل عليهم الا الكاك الاخضر ده يصل، ولازم يصل. سيد ياسر عطا قال لنا الخرطوم وبحري، احنا حناخدها طوالي. طيب، قال لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من مختلف ألوان التيار السياسي. الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم، والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن. أول حاجة، ما بنصل مرحلة إنه ياسر عطا يدافع عن البرهان، ولا بنصل مرحلة إنه كباشي يدافع عن ياسر عطا، ولا بنصل مرحلة إنه نصر الدين يدافع عن كباشي، ولا بنصل مرحلة إنه اللبيب يدافع عن هيئة العمليات. إحنا دي الحاجة دي ما بنصلها. هنا السيد ياسر عطا غير موفق في الكلام ده لأنه هنا هو سمع كلام من أعداء السودان اللي بيتكلموا عن تخوين القيادة وبيتكلموا عن تخوين الجيش وبيتكلموا عن قصور الجيش. وصل مرحلة إنه هو يدافع عن البرهان ويقول والله البرهان لو خاين كان قبض الثمن، وبقول إنه والله الكلام عن تخوين القادة وخيانة القادة مؤلم. أنتوا ما تصلوا المرحلة دي تتألموا، ولا تصلوا الكلام ده ذاته أساسا. إحنا بنتكلم في إحنا الجيش وإحنا الشعب السوداني وإحنا المقاومة الشعبية وإحنا المستنفرين، إحنا كلنا كاكي. بنتكلم عن تقصير وإنت أقريت به، بنتكلم عن تأخير وإنت أقريت به، بنتكلم عن إنه في قيادة بتاعت سيطرة قاعدة في القيادة العامة. دي عقول هي ذاتها محاصرة. الأفكار وتجديد الأفكار هم واقعين في مشكلة. لازم الزول يطلع من الحتة دي عشان يقدر يشوف الصورة كاملة. الكلام ده بالنسبة لنا إحنا يعني حسي في صحفيين بنقول لكم اسمعوا أصواتهم. الصحفيين ديل بيتكلموا سياسة وبيتكلموا عسكرية، وبنقول لكم افتحوا لهم منابركم وافتحوا لهم التلفزيون. كلامهم ما دعم القوات المسلحة بتمجيد وذكر تاريخ وان الجيش والله منتصر وحينتصر. قاعدين يتكلموا عن خلل من باب دراية، قاعدين نقول لكم اسمعوهم. اما الكلام بتاع تخوين البرهان، تخوين ياسر عطا، تخوين كباشي، الكلام ده مصدره الميليشيا نفسها، وبيلاقي هوى في نفوس الناس الضعيفة لدرجة انه احنا ناس داعمين القوات المسلحة بتهتز مواقفهم، لانه وقفوا مع الجيش، صمدوا مع الجيش. كان ممكن يكون في مصلحة انه والله يا اخي انا ادعم الليل الجيش ده، احركه في الجزيرة، عندنا اهلنا قاعدين في البيت الفلاني في القرية الفلانية، انا لو وقفت مع الجيش ده وصمدت ودعمتهم بكرة الصباح الجيش حيخش القرية دي يحميهم. قام الجيش ما خش، تاني يوم يقلبوا. ديل بيتعاملوا مع الجيش مصلحة، هاي بيقوفوا معانا في الصورة العامة للقوات المسلحة، لكن أول من الموضوع ده يصل بيوتهم بيقلبوا، وتناسوا إن القوات المسلحة كلها من قادتها من أكبر قائد فيها لأصغر جندي فيها قدموا تضحية من داخل بيوتهم وأعراضهم. خليك من ناس الخرطوم وبحري ومدرمان، وبداية المعركة مركزية المعركة كانت في الخرطوم قبل ما تنتشر أي ولاية تانية. الناس صابرة والناس صامدة وما غيرت موقفها وما تنح وما تزحزحت. الديل هم اللي بيصيبوا القوات المسلحة في مقتل، اللي بيطلعوا كل يوم يقول لك احنا والله الجيش والجيش خاين والقيادة خاينة وبايعين. وقلنا له حل واحد، احنا
ممكن نطلع نقول نفس كلامكم ده. هسه بقول لك صرفه بيطبل للبرهان والجيش، ممتاز، انا بطبل للبرهان وبطبل للجيش. صفحه دي عاملها انا من تليفون انا، النت حقي انا، ده موضوع انت ما تتدخل فيه. انت شايف البرهان غلطان، اطلع اقول كلامك بحجه، ما تطلع تقول بيطبلوا للبرهان، ما تقول كده. انا قاعد اتكلم ساعتين، انا ضارب ارقام قياسيه في الكوكب بالمناسبه. انا بطلع 3 لايفات في اليوم، بتكلم في الواحد ساعه والثاني بتكلم 2.5 ساعة. ما في زول بيقدر يعمل الحاجه دي في الكوكب. كل يوم بطلع بقول الحجج اللي بتخليني ادعم البرهان شنو، والحجج اللي بتخليني اقف مع القوات المسلحه شنو، والحجه المنطقيه اللي بتخليني اقف واخلي الشعب السوداني كله يلتف حول القوات المسلحه وكلنا نبقى جيش. ما تطلع تقوم تختصرها في كلمه واحده تقول لي بيطبل للجيش. انا قلت لك والله ربطه البلد دي في زول واحد. ضياع البرهان يعني ضياع السودان. الكلام ده الزول اللي ما عنده فيه حجه ومنطق ما تقعد تقول لي بتطبل له، ده ما تطبيل. الزول ده لو مشي من الحته دي، الطريقه اللي حيمشي بها هي ما معروفات الطريقه، واحده من ضمنها الانقلاب. انت قال اللي بيحصل في السودان ده شنو؟ ما اسمه انقلاب 15/4، سيطره الدعم السريع على الحكم، ما انقلاب، ما الدعم السريع انقلب. قال البرهان منعنا انه نصل السلطه دي ونجيب الاطار ونجيب حمدوك. قال انا حقبض البرهان وادي السجن. قلنا لك انت لو زحيت البرهان طبقت لحميتي الحاجه الدائره، يبقى السودان حيتفرتك بدون قياده. هسه القياده دي انت عندك فيها راي، عندك راي في البرهان، عندك راي في ياسر عطا. تتذكر قبل سنه كان عندك راي في القوات المسلحه كلها، كان عندك راي في المشاة والمدرعات والطيران والشرطه. هسه بقت محصوره في القوات المسلحه، محصوره في قياده القوات المسلحه. انت كنت غلط واحنا صح، محصوره هسه في قياده القوات المسلحه. البرهان ماله هسه مقصر في شنو؟ والله يا اخي العمليات العسكريه دي متاخره، اعترف بها ياسر عطا. احنا الكلام اللي قالوه احنا دايرينه نقولوا الكلام ده، يجي منهم. ياسر قال احنا متاخرين، وقال احنا بنجهز، وقال احنا هسه جاهزين. جبرناه يقول الكلام ده بضغطكم، بكواريكنا في اللايف، باي حاجه. في النهايه القياده قالت احنا هاي معترفين قصرنا، هاي تاخرنا. دي مشكلتنا حسي مع ياسر عطا، مشكلتنا مع برهان تاخير، عدم جهوزيه. احنا يا اخواننا دايرين نحل المشكلتين دي. كانوا عندنا 96 مشكله في البرهان، بقى 2. كان عندنا 1400 مشكله في الجيش، بقى 1، بقى 3. بتتعالج ولا ما بتتعالج؟ الدار يمشي في مسار انه والله ندمر البلد دي، ممكن تسكت او تسافر او تلبس الكاكي بتاع الدعم السريع او تمشي اديس ابابا تقعد في المؤتمر بتاع الخونه. لكن احنا الان في مرحله الخلاف مع القياده. ولما بدأت الانتصارات تتحرك بلقاء جيش كرري واللقاء بتاع جيش ام درمان والمهندسين، ظهرت الحاجه دي لانه الناس اتوحدت تحت رايه واحده وقياده واحده. يجي زول بيكتب لنا هاشتاج يا اخي البرهان يسقط. ممتاز، كلامك كويس. يسقط كيف البرهان؟ دار تسقطه كيف؟ انت الاليه اللي حتسقط بها البرهان دي شنو؟ ما حتشق الجيش واحد، تجيب قوة من برا متمردة أو مرتزقة تحاول تسقط بها النظام، تحرك عمل سياسي خارجي تحاصر السلطة، تخليهم يفقدوا أي شرعية وما يقدروا يستخدموا أي صلاحيات كرئيس أو كمجلس سيادة، وتخليهم قاعدين ساي. طيب ده ما بيعملوا فيه الأعداء الآن. يعني يقعد يشرحوا لك المرحلة دي احنا حنعديها كلنا مع بعض. أي زول حنفقده في المرحلة دي حنفقده وهو شهيد. لكن ما عندنا زول والله بنخونه، ولا زول بنقول والله زول ده ما يمشي معانا قدام ولا غيره. الزول اللي يتحمل المسؤوليه غصبا عنه يوصلنا للانتصار، والعمل الغلط يصلحه. قاعدين نقدم الحجه في الحته دي. طيب الليله المعلومات جايه من الجزيره، خلاف كبير بين كيكل وجيجه. الخلاف ده سمعتوا به كم مره؟ انا شخصيا سمعت به 8 مرات من مدني. الليله هم في منطقه في الجزيره وصل مرحلة كيكل غنم معدات عسكرية وكلاشات وغنم عربات وغنم ثنائيات من جيجة. وصلوا مرحلة في الخلاف. طيب في الفترة اللي فاتت الناس بتتكلم عن خلافات بين قادة القوات المسلحة. قلنا لكم ديل يا اخواننا ده جيش ومؤسسة. حصلت خلافات بين ياسر عطا وبين كباشي حسب بتورد في الإعلام. يعني سمعتوا ياسر عطا ده شال له قوة مش حارب قوة بتاعت كباشي؟ مختلفين، هاي ما يختلفوا. موضوع ده ما مات سوس، ده ما طلع صرح تصريح وده طلع صرح تصريح.
الزاد الفتنة فيهم منه الجواسيس بتاع انقحت. سمعتوا ياسر عطا حرك قوة قال أنا ماشي للكباشي، زي ما حس الليلة جيجا عمل مع كيكل، زي ما حس بتحصل قيادات الدعم السريع واختلافاتنا اللي بتسمعوا بها في شرق النيل وفي الكلاكلة في بحري وفي الخرطوم متحركات، الجيش بيكون قاعد يتفرج. والله العظيم في منطقة في بحري الجيش قاعد 12 ساعة بيتفرج، الدعامة براهم بيتراكبوا. في النهاية الجيش زهق، شال باقي السلاح من الجماعة وبتاع وفتح بيهم الشارع، لملموهن ورجعوا طلقة واحدة الجيش ما فكها. قاعد يختلف البرهان وكباشي، ما يختلف البرهان وكباشي، ما قادة، كل واحد عنده رؤية. اختلف كباشي مع البرهان، ما يختلف الكباشي والبرهان. انت ما تدخلك شنو؟ خلافات بتاعت قادة، ده قاعد حردان، ده مش زعلان، ما عادي في شنو يعني. لكن عشان اوريك فرق المؤسسة والفرق بتاع الاهداف، هم كانوا خلافاتهم في طريقة إدارة المعركة. في زول بيشتغل بالأولد سكول، داير يشتغل إنه أودي متحرك استطلاع، أجي بعد ذاك أسنده طيران دبابات. في زول بيقول نشغل المسيرات، شغل مسيرات، تجيب المسيرات، نجيب مسيرات، جبنا مسيرات، اتهمونا بإيران، ما اتهم، ده كله منك، ده كله منك، ده في النهاية كباشي ماسك له قوة، قال أنا والله يا أخي معزول، أو أنا والله يا أخي عندي خلافات. كباشي مع ياسر عطا أنا سوق قوة. ما عندنا الكلام ده، ما عندنا الكلام ده، ولا حيحصل الكلام ده اساسا، لانه دي مؤسسه. احنا ما قطاع طرق ولا ميليشيا ولا الوصف اللي بيقولوا لنا انتوا جيش سايدي. احنا ما جيش سايد، احنا قوات مسلحه، قوات عديل، عندها قاده وتراتبيه وعندها احترام وعندها مرحله من الثقه في قياداتهم، انهم شايفين اخطاء القاده ما قاعدين يتمردوا عليهم. التمرد ده بيحصل في العمليات العسكرية أو في فتح الباب بتاع المعسكر أو مخالفة التعليمات، في إنه والله يا أخي القائد بهناك ما شايف. ما أنا عشان كده بقول لك غرفة السيطرة المحاصرة دي ما بكون شايف. بقول له يا أخي الذخيرة بتاعتك كم؟ بقول له عندها 4 دانات. خلاص يا أخي أفكهم في الحتة الفلانية دي، وفر 3 وتعال راجع. السايق الطيارة ده تاني ما عنده الكلام ده. الليلة إحنا عندنا عمليات عسكرية بوريك التقدم الحصل بضغطكم أنتوا، بوقفتكم أنتوا وسندكم للقوات المسلحة، بتسريع العمليات العسكرية. حصلت عملية عسكرية الليلة في عدة مناطق، الطيران الليلة قام بشغل كبير جدا، صح ولا غلط؟ الفيديوهات دي مش نازلة في تعليقاتكم انتوا في المنشور، نزلوا وحيد في صفحته، مش انتوا المنزلين الفيديوهات دي، ما منزلها وحيد، منزلينها انتوا. الفيديوهات دي وين؟ في غندهار، في نيفاشا، في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع على تخوم ام درمان. العمليات دي الليلة كانت كبيرة جدا، والطيران ضرب بدقة وكبد العدو خسائر بطالة، والناس الحمد لله فرحت وسعدت وقامت ونططت. ممتاز. أنا بالنسبة لي الانتصار ده عسكريا رايك في شنو صرفه؟ عسكريا ممتاز ما فيه كلام، لكن أنا عندي رأي تاني، إنه أنا داير أبشركم المعلومة بتاعت المتحرك ده بتاع الدعم السريع. كان الدعم السريع بان عليه حسابات الدعم السريع كانت في شنو؟ في خطة اسمها الخطة سيطرة الدعم السريع على الخرطوم وام درمان. الدعم السريع بعد له مخطط كبير في الفترة اللي فاتت. الجيش الليلة مشى ضرب له حتة، انت شايف انه الحتة دي في حتة اولى منها. في مشروع الدعم السريع عنده ادوات عشان يرجع يسيطر على ام درمان والخرطوم. ام درمان والخرطوم بالنسبة للدعم السريع ما هي الإذاعة ولا هي مستشفى الدايات، عندها رمزية مختلفة وعندها حسابات في المعركة مختلفة. والدعم السريع ما دام ظهره مكشوف في ام درمان، والله العظيم الفاشر دي ما يخشها. ما دام ظهره مكشوف في ام درمان، والله العظيم الجزيرة دي ما يستغير فيها، هو عارف الكلام ده. فعنده مشروع شغال فيه. الليلة الطيران ضرب لهم متحركات كانت بتتحرك في فترة طويلة بعيدة عن أعين الاستخبارات وبعيدة عن، يعني بتجي ماشات 20 بوكسي في نص تاتشر بلملموا فيها وبلقطوا فيها. الطيران الليلة المعلومة دي أخذ الساعة 5 ضرب الساعة 9. أنا بالنسبة لي ده انتصار للقوات المسلحة. والليلة ببشركم إنه سلاح الجو الآن يعلن كامل جهوزيته. والله الله ده ما عزيز في السماء، اقسم بالله العظيم. الشعار ده مرفوع بالمناسبة، انه تاني لا في دعامة ما حتشعر بالامان في اي شبر من السودان. اسمع الحليفة دي والصفحة دي بكرة تاني بيقفلوها، وممكن بكرة ما اطلع لك، اطلع لك بعد بكرة، حتيجي براك القاك كاتب الكلام ده من الساعات الجاية دي.
الدعم السريع ده حيتضرب في حتات غير الحتات اللي احنا بنضربه فيها دي، في معقله وارتكازاته وغيره. حيتضرب في حتات ما كان حاسب لها حساب. ما في دعامي تاني حيشعر بأمان في السودان، ما حينوموا عديل. الضربات اللي حصلت لهم في بحر دي هم ما تكلموا عنها ليه؟ طلع جعفر حسن قال في قنابل فسفوري، ما في فسفور ولا بتاع. ناس دي ولعوا في النار عديل، دانا دي بتدق كده بتلقى لها انبوبة غاز، الدعامة اتحرقوا. لكن هم طبعا بحر دي اتضربوا في حتات ما بيقدروا يتكلموا عنها، واحنا والله العظيم ما بنتكلم عنها. الجيش ما داير يتكلم. انا شخصيا ما عندي شغله طبعا، بتكلم لقيت اي حاجه قدامي بتكلم، ما عندي لون حاجه. واتضربوا فيها طبعا اجانب، عشان كده الدعامه ساكتين، والموضوع ده موثق. كل الضربات اللي بدت من الجيلي قالوا البرهان خاين، حرك الطيران مشى ضرب في الجيلي. شفت الصهاريج بتاعت البنزين؟ دي صهاريج البنزين اهي. طيب ما يضرب معاقل ما شفت الفيديوهات انت؟ هو جعفر حسن ده لما طلع قال الجيلي الطيران السوداني يستخدم الفسفور والمحرم دوليا، قال ليه؟ ما شاف جوا الجيلي حصل شنو؟ جعفر حسن عارف انه الدعامه جوا الجيلي اتحرقوا. ما في فيديوهات جايبينهم مجدعين في الواطه مسلوخين. جعفر حسن من الخلعه قال ديل استخدموا الفسفور. فسفور كيف؟ انت قاعد لك في تنكر بتاع بنزين شايل 4 مليون جالون، انا حركته لك انت ما حتتشوي. دي في الدنيا، بس انت جهنم لسه راجعكم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. انتوا لسه راجعكم قدام باذن الله. طيب ضربت شنو في الجيلي ردا على اغتيال الشهيد محمد الصديق على يد الميليشيا واعوان منظمه مجد وحنان حسن وخالد سلك؟ ضربنا الاربع مستودعات الكبيره دي ما فيها بنزين. الدعامه تاني الا يصفوا البترول ده عشان يحولوا بنزين، الا يجيبوا مصفى والله العظيم، الا يقروا هندسه بترول جامعه السودان، فهمت؟ ويطلعوا كورسات ويمشوا بتروناس يختاروا منهم 8، وال8 يعملوا لهم دورات يقعدوا 3 سنة في ماليزيا ويعرسوا ماليزيات، وبعدين ينقطع منهم المصروف من الدعم السريع، بعدين يحاولوا يشتغلوا براهم، بعدين تاني يواصلوا دراستهم. من الثلاثه ديل حيجوا راجعين واحد دعامي حاضر، وحيجي راجع حيدوه مدير المصفى، بعدين يعين اولاد اهله، وبعدين يمشي يجيبوا ناس من برا، بعدين يجيبوا حبش بتاع بترول. الموضوع ده داير لهم 13 سنه عشان يمرقوا جالون واحد تاني. هو اللي عندهم شنو في المصفى دي مشغيله منو انت ما جبتوا الصور بتاعت المصفى الخط البترول ده مدفق هناك في لحد الدروش ابو واصل. الامارات قالت لهم افتحوا الخطوط بتاعت البترول، ما جبتوها بالغمر الصناعي انتوا يا داعمين للجيش؟ مش جبتوها؟ اي ما مدفقين البترول برا. كان البترول ده 4 تناكر حقت مخازن حقت 4 أو 5 شركات، مصفى جاز وبنزين قاعدين. الدعامه بيفتح التنك بكب بيمشي. طيب انتوا قاعدين تعملوا شنو؟ شايفينهم؟ احنا شايفينهم طبعا. وكنتوا بتسوي لهم؟ ما قاعدين نسوي اي حاجه. نعم ما قاعدين نسوي اي حاجه. وما ضربتوهم مالكم؟ ما ضربتوهم مالكم، دي انا ما بتسالني منها. لكن اسالني هو الدعامي ده قاعد يمرق بوين؟ قاعد يجيب الكدرو. انت ما قاعد تشوف الفيديوهات اللي قاعدين نعملها لهم في الكدرو؟ مش بيجي معاه تانكر وبينفجروا مره تانكر واحد من معسكر الكدرو كده يجيب لي تانكر مره، جيب لي تانكر مره منها. المصفى دي قاعد يسوي شنو؟ ضربنا ال4 مستودعات الدعامه اللي قاعدين جوا ديل، اتضربت فيهم واحده من الوحدات اللي قاعدين ساكنين فيها، وفيها القاده بتاعينهم الكبار. هسه مالهم ما قاعد يجعروا في المصفى هم؟ مالكم وينو فيديوهاتكم اللطيفه الكل دقيقتين من المصفى وطالعين متحرك المصفى؟ وينو الدعم السريع اعلامه؟ احنا قاعدين نرد على القحاته حسي. المصفى ده اقسم بالله العظيم حيصفوا فيه ولا دعامي واحد حيطلع. وحسي سلاح الطيران انا وريتكم الاستجابه سلاح الطيران، والحركه اللي تحركها سلاح الطيران. احنا بنقول دي دليل على جهوزيه القوات المسلحه، ودليل على جهوزيه سلاح الطيران. الضربه الليله اللي قاموا بها فرق المعلومه لحد ما تنفذت العمليه 4 ساعات. الضربه دي اهميتها انها بتكسر في شوكه المشروع بتاع الدعم السريع. الدعم السريع امبارح عنده مراكب اتحركت على الاذاعه بيعمل في مناوشه، وعنده تاتشرين شغالين في توتي كانوا بيشتغلوا تدوين، تمام؟ وبيعملوا في المناوشات دي، بيشوفوا في الثغرات الفاتحه في مدرمان حيرجعوا الاذاعه ده خطتهم. عندهم متحركات خشت في بير حماد، وعندهم معسكرات هناك اتدكت الليله. عندهم القوه دي في قندهار اتدكت. القوه دي لما وقعت فيها القنابل، الضربه دي ما كانت دبل كليك يا بيبي. الحصل كالاتي: الله عز وجل فضح الخطه حقتهم. لما وقعت الدانات دي في عدد التاتشرات اتفجرت
كانت تحتها في تاتشيرات مدفونة. فالحصل الليلة دي إنه إحنا بنقول والله ماشيين في تدمير خطة الدعم السريع لإعادة انتشاره في الجزيرة وفي الخرطوم وسيطرته على الخطة بتاعته دي مبنية على سلاح مخفي. تقوم معسكرات المحاصرة مدرمان دي، أقسم بالله الله ده ما عزيز في السماء جنا، أسمع الحليفة دي ودي ما قسم سفها. تعال حاسبني بقى في الأيام الجاية دي، أيام بس الأيام دي كلمة أيام جمع الأيام دي من 2 ل 9. أيام الجاية دي تعال رجع حاسبني، قول لي يا أخي والله العظيم في محيط مدرمان ده كان في معسكرات هنا، وكان في قوة متحركة هنا، وكان في تمركزات للدعم السريع، وكان في حاضر ولسه قاعدة. الله ده ما عزيز في السماء، والله ما حيفضل فيهم ولا زول، وانا احلف لك بالله. الطيران الليله اتدكى لهم التاتشيرات الظاهره والتاتشيرات المدفونه، ولما ظهرت لهم التاتشيرات المدفونه للطيران مشوا عبوا وجوه الراجعين مسحوهم من الكوكب. احنا شغالين في تدمير خطه الدعم السريع لاعاده انتشاره في الخرطوم ومدرمان. عنده ادوات واليات، شغال فينا بخطه تمويه، انه يشغلني في مدرمان الان ويشغلني في الاذاعه ويعمل لي مناوشات في قريتين في الجزيره، ودار يمشي يقتحم الفاشر. قبل ما نمشي لمشروع الفاشر ده الفاشل بالنسبه للدعم السريع، اتكلم الليله اخونا السيد العميد طارق الهادي عن انه احنا محتاجين 1,000,000 جندي في الجزيره و35,000 تاتشر عشان نحرس غور الجزيرة اللي هو قدرها ب1000 قرية، كل قرية دايرة 800 عسكري و35 أو 30 تاتشر عشان تحرسها. فقال الجيش ما عنده الإمكانيات عشان يعمل الحاجة دي. تلقف الكلام بتاعه منه قحط، وتلقف كلامه إعلام الدعم السريع. فقالوا يا أخي الجيش ما دام ما عنده القدرة يحرس الجزيرة ب1,000,000 جندي و35,000 تاتشر، في خيار تاني اسمه التفاوض. احنا دائما بنفهم كلام السيد العميد السيد العميد طارق الهادي بمفهومه الدعوي وبمفهومه القتالي وبمفهومه الجهادي، ولكن اصحاب القلوب الضعيفه ديل بيحرفوا كلامه كثير. بتحصل الحادي مع طارق الهادي، وده ابتلاء نقول له احنا معاك وداعمينك ان شاء الله. سيد طارق الهادي قال احنا محتاجين 1,000,000 جندي نحرس الجزيره. بيجيو سؤال طوالي بتاع رياضيات بيقول له هو الدعم السريع كان 1,000,000 جندي عشان يحتل الجزيرة؟ لا طبعا. يبقى النظرية بتاعت ياسر طارق الهادي فيها خطأ في الحسابات. الدعامة ديل الأسع محتلين 7 قرى ورا بعض، كلهم 50 موتر و33 تاتشر. عرفت؟ الحسابات هو بيتكلم عن انه احنا نحرس كل قرية من الدعم السريع. احنا ما محتاجين نحرس كل قرية، احنا محتاجين نعرف قوة الدعم السريع في الجزيرة كم، قوة كيكل كلها كم، قوة جيجة كلها كم. بيفوتوا 3,000 5,000 7,000 10,000. يبقى احنا دايرين قوة بدل ننتظرهم واحنا نحرس 1,000,000 او 1000 قرية، احنا نمسك القوة اللي بتهاجم 1000 قرية نقتلها، أمنا الغرى 1000 كلها بس. فهي ما محتاجة انه انت تحرس كل قرية بالجيش، تحرس كل قرية ب30 تاتشر. لا لا، الحرب ما كانت كده، والدعم السريع ما استخدم النظرية دي. الدعم السريع كل قواته، وانت عارف المعلومة دي، هي كانت 13,000 تاتشر، 360,000 عسكري. فتح الباب للاستخدام في كل اسبوع كان بيخش لهم 9,000. دي المعلومات اللي قالها ياسر عطا ذاته. في النهاية تواجدهم ما فوت 1,000,000. وين القوات دي كلها؟ الجيش كلهم كتلهم، الجيش كتل الناس ديل كلهم، الجيش كتل الناس ديل كلهم. 360,000 و13,000 تاتشر بتاعهم الجيش انتهى منهم. طيب الفاضلين ديل، ما ديل المرتزقة فتحوا ابواب بتاعت استنفار في افريقيا الوسطى في تشاد، لكن قوات الدعم السريع اللي بيعرفها طارق الهادي كانت 360,000، ما كانت 1,000,000 عشان تخش الجزيرة. الدعم السريع ما خش بالجزيرة ب1,000,000 مقاتل. الدعم السريع نظريته ما بيخش القرية وبيحتلها وبيقعد فيها. الدعم السريع نظريته بيخش القرية بيحتلها ويستبيحها 3 يوم اسبوع وبيمرق منها بعد ما يطرد المواطن. فلما يطرد المواطن هو بالنسبة له كأنه احتلاها،
كأنه قاعد فيها، هو ما قاعد فيها، لا بخلي المواطن يقعد فيها لا هو بيقعد فيها. دي في حسابات الجيش بتبقى منطقة اكس مكرسة. ليه؟ لأنه لا فيها مواطن أمشي أحرسه ولا فيها دعامي أمشي أحاربه، الجيش بيشيل برا حساباته. تضاف لمنو؟ لكن ما بتكون قاعدة فاضية ساي، تضاف لمنطقة سيطرة الدعم السريع. فإحنا ما محتاجين مليون جندي عشان نواجه مليون جندي من الدعم السريع. إحنا محتاجين نعرف قوة الدعم السريع المنتشرة في شرق الجزيرة كم؟ 13,000. عندهم كم عربية متحركة؟ 600. يبقى إحنا عشان ننتهي منهم الله قال لنا المعادلة كم؟ تقسم ال 13 على ال 100. قال ال 100 بغلبوا 200 وال1000 بغلبوا 2000. هم 13,000، إحنا دايرين لنا 7,000. عندهم 600 تاشر، إحنا دايرين لنا 250 تاشر، 298 عشان نكون دقيقين. إذا أنت بتحسب بالحسابات بتاعت المعادلة، أساسا يا سيد العميد طارق ما في حق كان كتير، قوات الحق ما كانت كتيرة. دائما الله عز وجل بيذكرنا في مواضع القتال بتاعت الحق والباطل: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جعلوا لهم الملك، قاموا قالوا لهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. المشي يقاتل منه الله عز وجل والملك والفئة المستنصرة للحق. كانوا بسيطين، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم تاني بنهر. دي ما مسألة التمحيص، الناس اللي ملقوا مقاتلين مجاهدين كانوا بسيطين، باقي الأمة كلها قالوا احنا ما ماشيين نقاتل، ملقوا بسيطين. بعد ده كله ربنا ابتلى الناس اللي مشوا مع الملك ديل، ابتلاهم بنهر. قال لهم اللي بيشرب منه ده ما مني إلا من اغترف غرفة، حاجة كده شرق تبيل يدك كده وتبيل لسانك. المسألة تحت العبور بتاع النهر ده بتعبروا بعدد بسيط، ما محتاج مليون ولا محتاج تكون مكافئة العدو من ناحية عتاد وسلاح. في لحظتك التكافئة العدو تفوته انت معناه انت ذاتك ظالم، انت بتكون بعد ذاك الوقت ذاك ما بتفتري. اذا فت عدو قوة وعتاد وسلاح انت هتبقى جيش الظلمة، وبعدين بتتحول، بيجيك الغرور وبيجيك الدنيا وبيجيك الظلم. فاحنا بنقول لسيد العميد طارق احنا كلامك يعني هو دعم للقوات المسلحة وإظهار إنه يا أخي والله الإمكانيات ممكن تكون حاجز وعائق. لكن بذكر السيد العميد طارق لما أنا بتكلم عن التعبئة قبل أيام، لما أعلن التعبئة في ألمانيا كان الجنود بتاع ألمانيا 800 إلى مليون. لما أعلنوا التعبئة في يوم واحد بقوا 8 مليون مقاتل. في روسيا الجيش الرسمي كان 600 أو أقول 500 ألف، أعلنت التعبئة وصل 15 مليون. عشان كده إحنا بنعلن التعبئة. الفرق بتاع العدد ده اللي أنت بتفتكر إنه هي محتاجين نحرسها، التعبئة هي اللي بتغير المعادلة. الآن أجيز القانون بتاع التعبئة العامة في أوكرانيا. عارفين القانون ده كتبت عنه القنوات الأمريكية، قريت التقرير قبل أيام، لأنه أجازوا القانون بتاع التعبئة العامة في أوكرانيا المحاصرة والمضروبة من روسيا ظلما وجورا. وبعد ده كله إحنا طبعا مع روسيا. عارفين القانون بتاع التعبئة العامة في أوكرانيا عملوا له تعديل كم مرة؟ أقسم بالله ما حتصدقوا. مش الحرب دي شغالة، مش الرئيس الأوكراني ده شغال في الحرب ذاته حايم لابس له تيشيرت وكاكي، والبرلمان حقه بعد ده كله مجتمع عشان يطلع قانون يضمن للمواطن حقه، ويضمن انه المواطن يدعم قواته المسلحه، ويضمن التجنيد العام، ويضمن ده كله. تعرفين القانون ده اجازوه حسي، اجازوه تقريبا قبل يوم الاربعاء قبل الفات، حاجه بالشكل ده. بكره بقرا لكم ان شاء الله. القانون ده تم تعديله 4000 مره. والله اكتب تعديل قانون التعبئة العامة في أوكرانيا. رفع الجاهزية وجهوزية الجيش الأوكراني من لحظة إعلانه من 300 ألف ل 3 مليون و600 في المرحلة الأولى ل 7 مليون مقاتل في أوكرانيا. غطى العدد بتاع العدو، استفادوا من المقاتلين. لما ألمانيا عملت جيش ده بتاع التعبئة ده وداخل على روسيا، الألمان كان في دولة محايدة هي السويد، قالوا إحنا نمر بالسويد دي ونمشي نخش في 24 ساعة نخش باريس فرنسا. الجيش بتاعه ما كان معد ولا كان جاهز ولا كان مرة بأي حاجة. أعلنوا التعبئة العامة، مشوا
5 مليون مقاتل من ألمانيا، قالوا نشق السويد دي ونطلع بهناك. الموضوع ده 24 ساعة. الناس طبعا في دكتور بيمشي له في اليوم أكتر من مطلوب منك في اليوم تمشي 25 كيلو، لا بالمايل هنا حاسبينها، قول 30 كيلو. ده دكتور ما بيقدر يمشي، أو صاحب بغالة أو صاحب جزارة ما بتقدر تمشي. فكانت خطتهم بس حيمشوا حتة خلال 24 ساعة يقطعوها بالكرعين، وكان الله يحب المحسنين. ظهرت لهم مقاومة بسيطة كده في السويد، أخرت العملية 10 يوم. الجيش كله انقرض بتاع المقاومة ده، استنفار وتابعة عامة بدون دراسة وبدون حافز وبدون إعداد. إحنا ما بتشبه الحاجة اللي بتحصل في الجزيرة. الجزيرة الحافز الليلة إنه يا أخي واحد خطفوا بنته عمرها 11 سنة، ما رجعتها، ننتظر البرهان رجع لك ليوم الدين. طيب هتمشي أنت ترجعها؟ ده دافع وحافز للقتال، دافع وحافز للقتال. العقيدة دي دافع وحافز للقتال. الجهاد ده دافع وحافز للقتال. نصر للقوات المسلحة. عندنا مليون حاجة. احنا بجيبونا بقانون معدل 4000 مرة. احنا كلمة واحدة لو قال البرهان اعلان التعبئة العامة ولا محتاجة تعديل ولا برلمان الجيزة ولا محتاج حاجة. دي كلها يا طارق الهادي ما عملت، دي كلها ما عملت. بس كلمة واحدة تقولها بتعوض الفرق. لكن أنا أذكرك الدعم السريع ما دخل الجزيرة بمليون جندي، ولا دخل معاه 300 أو 35 ألف تاتشر. ما حصل الكلام. الدعم السريع بيخش حتة وبيطلع منها، إحنا حننتظره لما يخش الحتة دي، يا هاجمناه وانتهينا منه، يا انتظرناه طالع منها ماشي على الحتة الثانية قرضناه طيران. من هنا بنرفع الكلام ده لقوات الطيران. والكلام الكلام اللي بيدور عن سلاح الطيران الكثير، وهم تحملوا ما تحملوا من أذى، وتحملوا ما تحملوا من طعن. سلاح الطيران ده أخواننا بقول لكم كلهم مقاتلين كلهم مقاتلين ما فيهم كلام. والله كلمة واحدة فيهم ماف، وقدموا استبسال ما حصل. احنا بنتكلم عن انه زول بيسوق طيارة بيجي شاقي 4200 مضاد بتاع طيران رباعي وثنائي، رموا طياراتهم، اتفجرت طياراتهم، ما وقفوا. وما كان عندنا في اللحظة ديك غير سلاح الطيران. بيسوق القائد بتاع الطيران نفسه الطيارة. احنا ما بنشكك ولا بنقول اي حاجة. حسابات القيادة والسيطرة عندها راي في عدد الوقود بتاع الطيارة، كميته انه ما نستهلكها. عندهم معلومات انه في قوة من الدعم السريع داخله من حتة تانية، من جهة الشرق، من الغرب، من الوسط. فاحنا بنركز على دي مثلا، نوفر الذخيرة لانه عندنا حصار بتاع الذخيرة. لكن كطيار ما احنا ما عندنا كلام. هسي هم تعليماتهم بقت في الجو، والليلة الناس شافوها. انا بقول لكم سلاح الطيران ده هو سلاح الجو السوداني، هو ده جيش وهو مواطن سوداني، هو من السودان ذاته. داير انتوا ناسكم. من الليل ولا قدام تاني ما في حاجه اسمها متحرك بتاع كيكل طالع من القريه الفلانيه للقريه الفلانيه معلومته اترفعت وما اتضرب طيران. ما حتسمعوا الحاجه دي تاني، ما حتسمعوها. ما في اي مبرر يخلي انه والله كيكل يتحرك من القريه الفلانيه للقريه الفلانيه والحاجه دي مكشوفه وما شال جهاز تشويش، ما عنده مدنيين ماخذون اسرى، ماخذون غطاء امني. والله العظيم ما يعدي شبر واحد، وانا بحلف لكم بالله. نيجي نتكلم عن القوات المسلحة والململة الحاصلة. طبعا الجيش عنده ململة دي، احنا رفعنا الكلام ده للبرهان وقلنا له الانتفاضة جاية وغودة انت. في ململة من نوع تاني، الناس بتتساءل، يعني الناس بتتساءل السؤال اللي سألوه للنبي في القتال، قال له يا أخي متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولأنصرن رسلي والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد. ديل بيتساءلوا إنه إحنا يا ربي ماشيين صح، إحنا ماشيين غلط. كمية في المعسكرات الآن بيتساءلوا هل الموضوع ده يا ربي إحنا ماشيين لانتصار ولا ما ماشيين لانتصار؟ القصة دي ماشية لتفاوض ولا ما ماشية لتفاوض؟ الموضوع ده يا ربي حيتحسم كيف؟ أنا داير أقول لهم أول حاجة إحنا ما عندنا حاجة نقول لكم. الآية قالت لكم
اذهب انت وربك فقاتلا. انتوا معاكم ربنا سبحانه وتعالى، وانتوا اللي بتقاتلوا وبتدافعوا عن البلد دي عشان الحقيقي. يعني انت لو خطيت كلاشك وطلعت من المعسكر ده قلت ماشي بيتكم، احنا قلنا لك شيل كلاشك وافتح باب المعسكر، امشي دافع عن مواطن، امشي دمر ارتكاز بتاع دعم سريع. ما قلنا لك خد كلاشك واستاء وتصل مرحلة من الإحباط وتيجي تقول والله أنا ماشي بيتنا، القصة دي ما نافعة، أنا ماشي أشوف شؤوني الخاصة، أنا ماشي أشوف حياتي، أشوف تجارتي، أنا ماشي أشوف جامعتي، أنت حتشوف الحاجات دي وين؟ والسودان ما رجع. هتشوف الحاجات دي وين؟ تتحول من مرتبة مقاتل مجاهد لمرتبة تاجر أو لاجئ. أنت كنت بتقاتل بشرفك وبعزتك، تطلع تبيل في الدعامة ديل وتطلع تحوم والسودان مستند عليك والقوات المسلحة مستندة عليك والانتصار منتظرك، تجي في النهاية تتحول لزول لاجئ دار تخش مصر تهريب عشان تشوف أمورك. ما في أمور تانية تتشاف. البلد دي لو ما رجعت ما في زول أمور حتتشاف أصلا تشوفها كيف. السودان ده هو قلب السودانيين، هو ده اللي بيخلينا نتحرك ونطلع ونمشي وظهرنا مسنود. احنا قاعدين نقل ادبنا في العالم ده، مشهورين بقله الادب ونخرتنا الفوق دي وعزتنا في شنو انت قايله؟ ما بقول لك انا والله بكره الصباح دي خلي الكفيل ده يخرج لي ولا يدق لي خروج، والله بمشي الجزيره بزرع. قول الكلمه دي في اي حته في العالم مستحيل. اي جنسيه في العالم ما بيقدر يقول الكلام ده. ما بقول والله يا اخي انا بكره الصباح يدق لي خروج برجع بزرع، ما بتلقى حته تزرع فيها اصلا. ما بقول والله يا اخي اردني يقول لك والله انا لو دقوا لي خروج من الامارات بكره الصباح بمشي بشتغل في النيل الابيض هناك سمك، اعمل لي راكوبه، والله يا صرفه اعمل لي راكوبه ابيع سمك. احنا السودانيين الوحيدين اللي بنقدر نقول الكلام ده. عندنا مليون قصه، بروفات، اساتذه، معلمين، خبراء شغالين في العالم ده يقول لك والله اختلف مع رئيس الامم المتحده في موضوع كده، رجع عمل له حواشه وعمل له 6 بقرات وقاعد في حله كوكو دي. عشان كده احنا ده هو ده اللي بيخلينا احنا نقل ادبنا على اي زول في الدنيا. ما في زول بيقدر يمنع مننا حاجه، احنا ما دوله حبيسه، احنا ما زي دوله اثيوبيا دوله حبيسه ما عندها مينا ولا عشان تعمل لها مينا الا تعمل حرب مع الصومال ولا كينيا ولا السودان ولا تيجي تطمع في حدودنا. بكره الصباح دي حسي ناس الشرق ديل كلهم لو السعوديه دقت لهم خروج بكره الصباح كلهم يخطوا لهم مراكب في البحر ده يصطادوا، ما يخلوا لهم الملون ده في البحر ده اسمه شنو الشعف ولا شنو الشعب المرجانيه دي يدمروا البيئه ذاته، يدمروا ما حقتنا يا جنا حقتنا يا زول، يدمروها ذاته يبيعوها. شفت مناظر ما في. فاحنا قوتنا يا هدى السودان ده ذاته. لما تيجي تقول لي والله يا اخي البرهان قصر، انت بليت حميدتي وبليت حمدوك وبليت الامارات وبليت الرئيس الكيني وبليت تشهد، غالبك زول واحد اسمه البرهان ترسل لي رساله صوتيه قاعد في حتتك مرتاح. السلام عليكم سيد الغالي البرهان، كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. احنا والله يا اخي واقفين من العمليات، واحنا والله يا اخي جايين نمشي الصفوف الاماميه، اخرونا وقالوا لنا تقعدوا في ارتكازات. بكره الصباح عملوا لنا فيديوهات. انا داير زول يتكلم. في ناس رجعوا من درمان وضعهم الان في الاول كان كويس، قاطع المويه، في تاخير في المويه. ما احنا من درمان دي ما كلها كويسه، ما كلها امنه، ما كلها فيها اكل وافران شغاله. الحته احنا دايرين تورينا المشكله وين. انتوا اللي بتدسسوا بتزيدوا الازمه. انا دايرك تطلع فيديو توريني الخلل وين في درمان، اطلعوا فيديو وري. انا دايرك توريني الخلل وين في الارتكازات، اطلع وري. انا دايرك توريني الخلل وين جوا المعسكر. احنا كل يوم شاديننا مع البرهان. غايدك ده معلومه اداك سلاح، الغايد جابوا لكن قال ما جاته تعليمات. اطلع الموضوع ده بفيديو. انت 1000 في المعسكر، واحد فيكم يضحي بندسك، احنا ما بيصلك الغايد ده، بنودي لك الغايد ده لله. انت اطلع اتكلم الخلل وين، مشكلتك شنو، ناقصك شنو. الناقصك ده هو الناقص السودان، الناقصك ده هو ناقص السودانيين. انت لو الحاجه نقصتك، كلاشك نقص، ذخيرتك نقص، عشان كده بطنك طمت من الشغل، ما بكره البيت دي حيغتصبوها والمره دي حيختطفوها والبيت اللي عمرها 11 سنه ما في زول حيقدر يرجعها، لانه حضراتكم انتوا والله كتمت معانا البرهان، قفلها معانا وهتقفلها مع ميتين البرهان. انت ذاتك شيل تليفونك ده بله لمني امن ذاته، انت تبله وده يبله. انا عارف القصور والخلل وين، سمعوا وصل له.
لكن كلنا والله يا اخي احنا حردنا الشغله دي يا اخي، والله الشغله دي شكلها ما ماشيه قدام. لا هو ده حرب بتاع الصبر، حرب بتاع الصبر، ما حقت اي حاجه. يوم 14 يوم 15 طلعت قلت لكم حاربنا دي النفس الطويل والصبور بس اللي بينتصر، ما في حاجه. كل الموضوع اللي هيحصل ده في النص ده كله، دي كلها انت عارف. لما تخش حديقه بتاعت العاب، بتخش الباب الاول بتيجي بتشوف دي لعبه بتاعت الرعب، ديك بيت الرعب، صاحبي اسمها بيت الرعب ولا شنو؟ قال له بيت اللعب دي ناس ابو صلاح والجاغريو وعتيق كهنة الكبار ربنا يرحمهم ان شاء الله. يا اخي والله كلام عجيب. قال له بيت اللعبه المسال مغزال دعامه يعني غايته. كان عندنا تاريخ ورث. جورج مشرقي الناس اللي ما بيعرفوا ام درمان وبيعرفوا ام درمان شافوا ام درمان العلامات المميزه. البيت السوري، لا ما البيت السوري، جورج مشرقي قهوه جورج مشرقي دي ام درمان. فطاير المصريه المعرفه لا كان عندنا طابيه. شوارع، كان الشوارع ذاتها مؤرخه والشوارع ذاتها محفوظه، محطات محفوظه بداها برحلته من توتي، من ام درمان مره في توتي، مرق لحدي ما مرق في كابويتا. تاريخ ما فدي ام درمان يعني ذات السودان تاريخه. طيب والله الواحد لما يتذكر السودان الحياه بتطش كده. القوات المسلحه، الناس اللي عندها اعتراض على القيادة، الناس اللي عندها اعتراض في الميدان على قصور القادة، أفضحوهم، بلوهم. أنا ما داير أفقدك أنت تفقد خالد، أنا داير أحل لك المشكلة حقتك. أنا دايرين إحنا نعرف المشكلة وين. بسبب المشكلة دي اللي حتخليك تحرد القوات المسلحة والاستنفار وتطلع. معسكر قبل كده قالوا لي كان 380 في القضارف، فضلوا 80. لا تمولين تدريب، لا سلحون، 6 شهور قاعدين بس مجدوعين جوا المعسكر. قنعوا في النهايه طلعوا وخلوه. انا بقول الكلام ده عشان اضغط على القائد ولا افضح الموضوع للبرهان؟ لا انا بقول الكلام ده كيف انتوا واحد زول واحد قائد واحد يخلي السودان والقوات المسلحه تفقد 280 مقاتل، تمسكوه ذاته يتبلى لما نفهم حاجه. اي زول يتكلم، اي زول يتكلم في السودان. الناس اللي بتعاني في مصر الان الحمله كبيره جدا على الشعب السوداني في مصر. وداير نقول للاخوه المصريين حاجه في الحته دي، انه يا اخواننا الشعب السوداني ده لما مرق من السودان مرق حمايه لاعراضه، ومرق حمايه لبعض ممتلكاته، ومرق حمايه لانهم ما بيذلوا ولا بيتحملوا الذله ولا البهدله. الناس دي طلعت من بيوتها عشان الحاجه دي، حفاظا على اعراض ابناء وبنات. ما بنمشي دوله تانية استضافتنا وقدمت لنا وفتحت لنا ابوابها احنا نمشي نعمل الحاجه دي زي ما بيتهمون الاخوه المصريين. احنا في السودان عندنا مشكله التجنيس، ومشكله الناس اللي بيدعوا انه الجنسيه بتاعتنا ما لانها فاكه بالتزوير وغيره، لانه احنا شعب مضياف. والله العظيم اللي بيخش السودان ده بيبقى سوداني. كثير من الناس منتسبين لنا، والحاجه دي الحمله المصريه على الشعب السوداني وانه يطلعون. انا بقول لكم معاكم حق. اذا عينت للعدد 8 مليون وما اخذت اجراء، في النهايه بتتحول لاحتلال. فالمصريين انتبهوا استراتيجيا انه العدد ده مهول، العدد ده المفروض يرجع بلده، احنا دايرين نرجعوا بلدهم. وضغطكم اللي بتسووه اعلاميا وارجعوا وتطردوهم، احنا ضغطكم ده بنحول وكلامكم وفيديوهاتكم دي بنحولها لياسر عطا، وبنحولها لبرهان، وبنحولها لكباشي. اذا كانت العمليات العسكريه الخطه حقتها بتاخذ اسبوع، تاخذ 3 يوم عشان الناس يرجعوا ام درمان ويرجعوا بحري ويرجعوا الخرطوم. لازم تكون في مناطق امنه يا سرعتها. ما احنا بنقاتل عشان الشعب السوداني. الان هو بتدق لافته مضيئه في عماره بيقول لك ممنوع الايجار لسوداني. بيتكلموا عن قضيه بتاعت 3 4 اسر طردون في عماره ومجمع، ما فيهم واحده معاها زوجها، كلهم ازواج مقاتلين معاك يا سرعتها في الميدان، وما بتلو واحده فيهم ما بتنزل الدكان تحت، ما عارفه شارعه بوين. الناس بدات تستقوى عليهم لانه في مجموعه بيدعوا انهم سودانيين
بيمارسوا في نهب وفي سرقة وفي قتل وفي اغتصاب وفي إرعاب ورعب للشعب المصري. أنا فاهم الحاجة دي. إحنا لو بنعمل الحاجة دي ما بنمرق من بحري، وإحنا لو بنعمل الحاجة دي ما بنمرق من الخرطوم. ده ما الشعب السوداني. وتزداد الهجمة وتزداد الحرب على الشعب السوداني، حتى البر ديل بأموالهم وبقروشهم وباستثماراتهم وببزنسهم. أنا ما بقدر أقول حاجة حسي مش ما بقدر، ما دار أقول حاجة حسي. أنا جاي أتكلم في حاجة تانية، دار أتكلم عن شكل المؤامرة دي. لما حصل تبديل لقيادة الدعم السريع من حميتي لحمدوك، مذكرين لما تم الاتفاق في أديس أبابا وحمدوك مشى قاعد مع أبي أحمد. أنا الليلة دار أتكلم مع القحاتة في الجزئية بتاعت المؤامرة دي، ودار أشرح للناس موضوع الفاشر وموضوع الاتفاقية اللي عملها حمدوك بتاع الكومولو ده، وإنه المرحلة الجاية ماذا تخطط قحط في مؤتمر الأخير بتاع أديس. فدي الحال بتتطلب إنه نحن كلنا نكون واحد وكلنا جيش، غير كده ما حنعدي. وقدامنا نهر صغيروني كده. الاختبار والله ما صعب، زي قبل شوية كنت بحكي لكم وطشت مني الحتة بتاعت الحديقة. لما تخش الغرفة بتاعت الرعب دي ما انت عارفة بدايتها وين ونهايتها وين. بتجي ماشي بتظهر لك جمجمة مخيفة، بعد شوية بتجي ماشي بتظهر لك مرة مولع نار، بعد شوية بتجي ماشي بيظهر لك زول بسيف وساطور، والقطر بتاعك ماشي. دي كلها حاجات في النص. المعركة دي من بدايتها لنهايتها هي صبر. انت لو صبرت في الحديقة بتاعت الرعب دي وانت داخل بيت الرعب ده بتصبر دقيقة، هو من برا بكلموك بيقول لك الموضوع ده بياخد دقيقة، بياخد 30 ثانية. انت عارف الزمن وعارف انه في النهاية انت هتطلع بهناك. بتخش جوا فعلا بترعبك رغم انك انت دافع قروش وعارف انه ما في زول حيقتلك جوا، وانت تدافع القروش براك ومشيت براك وعارف اللي بيخليك تتحمل شنو، بس بتصبر ال 30 ثانية دي. في النص بيظهر لك خالد سلك يقول لك احنا سنسقط الاصوات، في النص بيظهر لك حمدوك ساقوم بانشاء حكومه بديله، في النص هتظهر لك السعوديه والله سنقوم بمنبر جده ومن يخالف منبر جده سنفعل، في النص هيظهر لك حميتي والله بقنابل النابلام والفسفور المضيء، في النص هيظهر لك والله يا اخي بفضل الله برما والله البرهان الذي يقتل شعبه. كلها في النص احنا ماشيين، يا ذاك الباب وده الباب، واحنا قطر ما بنجيف، احنا ماشيين الموضوع ده منتهي. اللي بيصبر بين الموضوع الجرسه ما بتنفع، الشغله دي ما داري جرسه، لا جوا المعسكر لا برا المعسكر لا برا السودان لا لاجئ لا لابس كاكي لا جيش، ما تتجرسوا. الموضوع ده يا اخواننا مرحله بس بتعدي، هي عبور النهر اللي كان ابتلاء. الله ما ابتلى الناس اللي ما قاتلوا او رفضوا يقاتلوا او اللي تبجحوا وقالوا وتطاولوا على الذات الالهيه، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا. كان بالمنطق ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم ويوقف منهم المطره ويجيب لهم النهر ابتلاء. الله ابتلى الناس الربانيون الحواري المقاتلين المشوا قاتلوا، مشوا في صحراء جفف دماؤهم والموال فين كملت وجاهوا النهر. الله قال لهم ها بعد ده كله ماشيين تقاتلوا باسمي ولي. ده الاختبار. عدى النهر بهناك الموضوع انتهى بس صرفة، لكن الضغط شديد. بس عدي النهر ده صرفة والله ممنوعين، بس عدي النهر ده. الموضوع ده بسيط، القصة دي بسيطة كده، الموضوع ده ما بياخد حاجة. قربنا تكة صغيرونة كده وتمشي الأمور. تكة صغيرة يدكم معانا يا اخواننا دفرة نقوم البلد دي. أنا بقاتل بجاي في مخابرات وبقاتل في الدعامة وبقاتل في إعلام الحرية والتغيير. شفتني جرست بيقفلوا لي الصفحة، لاقاك زول في الكوكب بيقفلوا لي الصفحة في 6 ساعات بيحذفوها من وجودها. ما قاعدين يا زول في شنو يعني؟ انت مضغوط. البرهان اللي مستهدف ده ولا غيره ولا من المستهدف في الكوكب انا ده يا زول، وما فاضي لاي غيامه، ما عندي لون اي حاجه. فالناس تركز تثبت. طيب نجي للمؤامره الكبيره اللي بتقودها قائد الدعم السريع الجديد حمدوك. في شهر 7 لما عمل المؤتمر بتاعنا الجامعي ده في اديس ابابا وظهر فيه الرئيس الاثيوبي قال لا يعترف بحكومه شرعيه في السودان. المؤتمر ده اتعمل
لإيجاد قائد بديل للدعم السريع، لأنه حميتي عندهم في الحسابات مات، وما ممكن قائد اختفي 8 شهور تيجي تقول لي يا هدى وانت قلت ميت وعن له ظهر وعن له سوى. حميتي ده مات وما بتتبني عليه أي حسابات سياسية، ولا بتتبني عليه أي حسابات عسكرية، ولا بتتبني عليه أي حسابات شعبية، ولا بتتبني عليه أي علاقات دولية، ولا بتتبني عليه أي منظومة. لأنه حميتي ده الصنفوا إرهابي، ما إحنا الصنفوا إرهابي هو الغرب ده ذاته الصنعوا. الصنفوا إرهابي منظماتهم، ما إحنا، ولا معترفين بإنه إحنا مصنفينه إرهابي أساسا. المرحلة القادمة كانوا بيفتكروا إنه في شهر 7 8 9 بل كثير الجيش ده يسلم والجيش ده ينتهي. خلاص جهزوا قائد الدعم السريع وقائد الحرية والتغيير اللي هي تقدم حمدوك إنه يقود الدفة بتاعتهم. طيب لحد هنا بيجي السؤال المنطقي اللي بنسأله للقحاتة. القحاتة أمس عاملين لهم صفحة فرحانين، يقول لك والله يا أخي الانصراف في أسمائه الكثيرة دي كلها وإحنا قفلنا له. أنا داير إجابة منطقية، وكلفت روحك تمشي تعمل صفحة، وكلفت روحك تمشي تكفل صفحته زي الجروب بتاع البوشي ده. الجروب ده اتعمل بشعار لا للحرب، ممتاز. بيجيهم من الصباح اوردر وبينزلوا الصورة بتاعت غسان صفحته وصفحة وحيد وصفحة الصرف الجديدة، يلا ورا امشي اقفلوها. لا بيقدروا يقفلوا صفحة وحيد لأنه بلاغات، البلاغات دي عندها حد معين. بيبدأ الفيسبوك بيحذر وحيد أول يوم، ثاني يوم بيحذف له فيديو، ثالث يوم بيديه إنذار 3 يوم، زي ما بيعمل لغسان وصفحته بترجع زي ما عمل لدراكولا. ليه صرف صفحته بتختفي؟ هم فاكرين انهم بالبلاغات بيخفوها. الموضوع ده يا اخواننا مشكلة بينه وبين الفيسبوك ذاته. انا البلاغ المفتوح فيني ما عمل الصفحة مفتوح في الصوت ده، الصوت ده البصمة دي ذاتها، البصمة اللي ودتكم 60 داهية دي، ده المفتوح فيه البلاغ. الجروب ده بدل يقعد يناقش لا للحرب، كيفية ايقاف الحرب، طريقة ايقاف الحرب، بينزلوا منشور انه الليله قفلنا لك صرف صفحه، مبروك يا واحد. كان بيطبل البوشي قال له انت ماركي ده معانا قاعد هنا، ماركي قاعد وين في قوالب البوشي؟ انت البوشي ده يعني قاعد وين مارك؟ يعني انت حمار ولا شنو؟ ده شغل اكبر منكم يا بهايم. هسه دي صفحات كثيره بتنزل اللايفات ما بتقدر تقفلوها ليه؟ ما بلاغات العاديه. انا ما موضوعي بلاغ ولا انتم اللي بتقفلوها، دي خوارزميه من 6 ل 8 ساعات، وحسي عملت لهم حركه. والصفحه دي امبارح قاعده والليله قاعده، ولا رايكم شنو يا ابوش؟ ما تكون ما قفلتوها امبارح، لماذا لم تستطيع ان تغلقها امس؟ لانك حمر. الجروب بتاعك بدل يناقش لا للحرب، كيف اعاده اموال المواطنين، كيف ضمانات عدم تمرد الدعم السريع، كيف ما عندكم القدره. فهي جروبات دافعه عليكم الدعم السريع. انا داير اوريكم انكم دعامه بس، وان انتم ما عندكم مشروع. قحتي دي داير اسالكم سؤال في جروباتكم دي يا بوشي. السؤال حق الليله داير اجابه. هم هسه الدعامه المستترين ورا البوشي ديل قاعدين في اللايف ده. انا داير اسالكم سؤال، وانا مخترق الجروب بتاعكم طبعا. الجروب بتاع الواتساب بتاعكم ده مخترقه، فانا حاشوفكم منو اللي حينزل السؤال ده. لماذا غيرت قحط اسمها من قحط الى تقدم؟ طبعا عشان التخلص من لماذا دار تتخلص من شنو؟ ما عشان الجرائم. انا داير القحاته هم اللي يسالوا خالد السلك، قول له ليه غيرت اسمك وانتوا نفسكم قاعدين. اوريك ليه. عمل اول، القحاته بالوثيقه الدستوريه الشرط لنا البرهان الليله على لسان السيد ياسر العطا. الوثيقه بتقول انه القحاته يختاروا رئيس الوزراء. لقوا انه المنظومه الجديده والسيد القائد الجديد للدعم السريع حمدوك اذا مشى بالطريقه بتاعت قحط المتفق عليها انه الاحزاب السياسيه تختار رئيس الوزراء، تختار رئيسه، فحمدوك ما حيكون عنده كنترول عليهم. قاموا كنصلوا قحطي دي تماما، عملوا الرئيس وجابوا له ناس تحت. زمان كانت كيف قحطي تحت بتجيب الرئيس حقها وقع. ما موضوع انه يتخلصوا من الجريمه وغيره، الموضوع انه دايرين يخطوا لحمدوك موقف جديد، داير يخطوا له بوزيشن جديد، داير يخطوا له وظيفه جديده. الوظيفه دي بالدستور بتاع قحط بتحتم انه يجي فيها 3 خيارات: حمدوك، عمر الدقير، مريم الصادق، غيره. هم يختاروا بناء على الترشيح. حمدوك ممكن ما يفوز
لانه حمدوك بسم الله الرحمن الرحيم انجازاتك كرئيس وزراء زيرو، انجازاتك كاقتصادي زيرو، انجازاتك السياسيه زيرو. هي دخلت ايصال واحد ما جبته للبلد. يقول لك الكيزان دفعوا انت قروش الكيزان خليها، القروش اللي دفعتها للامريكان اسال وزير العدل وينه الايصال حقها؟ ما جابوا. الامريكان قالوا ما دفعتوا لنا قروش ذاته، وينه الورق حقها؟ الايصال وينه دفعت بالقروش يا حمدوك؟ حمدوك ده ممكن تطعن فيه سياسيا، فقحتي كل يوم ممكن تطلع تقول لك والله انا ما راضي بحمدوك. ليه؟ لانه قحتي كانت فوق لي حمدوك، قحت فوق لي حمدوك بالوثيقه والاتفاق حق الاحزاب. تقدم جابوا حمدوك حتى بعدين قال لي يلا هاك الورق اختار ناسك الدايره. طوالي طبعا خالد سلك ده ما قالع مالص، طوالي قلع مشى. مريم الصادق قالع مالص، صديق الصادق قالع مالص، عمك برمة قالع مالص، بيجوا تحته. حلو لحد هنا الحلوه دي الحته دي. بقى حمدوك رئيس منه؟ رئيس الحريه والتغيير في منظومه جديده اسمها تقدم. في قحط الحريه والتغيير كانت رئيسه حمدوك، هي جابته. في تقدم حمدوك هو جابون. المجتمع الدولي داير يدي حمدوك شنو؟ باوريه، قوه كده. لما مشى اتكلم مع ابي احمد اتكلم كحكومه بديله. احنا الحكومه البديله دي ذاته عندنا فيها سؤال برضه داير البوش يكتبه في جروبه بدل يخلي الصواطه والبطاله اللي بيسوي فيها. السؤال الثاني، السؤال الاول كان لماذا غيرت قحط نفسها الى تقدم؟ الفائده شنو يعني في تغيير الاسم؟ الفائده قلنا هي تغيير الرئيس. كان زمان بترأس حمدوك، اصبح الان حمدوك يرأسها في تقدم. هو صاحب الكلمه العليا والدنيا، هو اللي بيحركهم، هو اللي بيقعدهم، هو اللي بيعمل اتفاقات، هو اللي ما بيعمل اتفاقات، هو اللي بيمشي، هو اللي هم ما عندهم سي. ما في حاجه اسمها اجتمعت مكاتب تقدم ورأت رؤيه وقدمتها للرئيس بتاعها. هسه حمدوك ما مشى وقع مع الحلو عبد الواحد، تقدم ما عنده علاقه بالموضوع. مشى كحمدوك، هم كلهم خدم حمدوك، كلهم بقرات بلا حليب حولي حمدوك. رجعوا تاني لقصة انهم يكونوا بقرات بلا حليب. حمدوك هو الجوكر اللي حيعمل العمليه البطاله في السودان، وفي نفس الوقت العمايل اللي حيعملها حمدوك لا تنسب للاحزاب. هو قحطي ما هربت من جرائم اللي فاتت بتغيير الاسم، قحطي هاربه من الجرائم الجايه، فيشيل ابنه الواد حمدوك. حمدوك ده لا معرف له اصل ولا فصل ولا نسب ولا حسب ولا بيت ولا عنده علاقه بالسودان. بكره الصباح جاب الفصل السابع ما في زول حمشي باللي له اهله، ما عارفين اهله وين ذاته، قبر ابوه ذاته وين هو ما عارف، هو ذاته ما عارف قبر ابوه وين. والموضوع ده هو طبعا فاهمه شو. لما غيروا المنظومه جمعوا بين الدعم السريع وجمعوا بين الاحزاب السياسيه في اتفاقيه اديس ابابا الوقعها حمدوك ووقعتها الحريه والتغيير. الوقت ذاك تكون الكيان الجديد اللي حيمشي المرحله الثانيه. المرحله الثانيه شنو؟ المرحله الاولى كانت تمرد حميتي. حميتي طبعا هيثم الخلوه والدوله يلا الجماعه ناكرين وبتاع. البرهان لما سالته الخواجيه في اجتماع الامم المتحده في نيويورك، قالت له يا اخي اسمع حميتي اللي عمل خطاب، قال لا لا ارد على كلام مجهول المصدر. يا اخي ده حميتي مجهول المصدر كيف يعني؟ قال لها ما بعرف. ازين يا برهان عارف شنو؟ وانت عارف وانا عارف وكلنا عارفين، ما بتبني عليه حسابات. الزول ده مشى الله. فقاموا جمعوا الدعم السريع مع الاحزاب دي وخدتوا لها الرئيس الجديد عمك حمدوك. بغض النظر عن كلامنا كله في حمدوك ده نساوي، احنا نتكلم سياسه هسه. الولا حمدوك بيعمل الحاجات الغريبه. اكبر حاجه ممكن يعملها حمدوك شنو؟ يجيب الفصل السابع، تاني ما عنده حاجه يعملها. اخطر حاجه اكبر، جاب الفصل السادس واتبلع حمدوك وخليناه يقدم استقالته كشعب سوداني. حاول يفرض عقوبات على البلد وتمرد وعمل لنا فيها هامش وما هامش وخرابيط، وخليناه حايم تماما كما الصفقة في شارع النيل. ما عنده أي قيمة في الكوكب ده ولا وزن، ولا نقيم له أي وزن. قام حمدوك اقترح مقترح إنه تتكون حكومة منفى في أديس أبابا. قال الكلام ده تقدم، قال الكلام ده خالد سلك، قال الكلام ده ياسر عرمان. أعلنوها عديل في الشهر 7 في 23 في أديس. قالوا حنعمل حكومة منفى. خدت ليه الموضوع ده بالجنبه. السلام عليكم، ركزوا معي شديد شديد شديد. انا بس اكشف لك حاجه صغيره كده. شيل الموضوع ده خدته معايا في شنو؟ على يدك اليمين او يدك الشمال، مش في علامه الملفيه اللي في الجمع داك والجسم بقول لك.
خدت معاك الأربعة. أطلع معي بالموضوع ده في الأربعة. حمدوك اقترح إنه يكون حكومة منفى يدير بها السودان من الخارج ويلغي شرعية البرهان. كلام ده حقيقة ولا كذب؟ كلام ده حقيقة. سمعنا من منه؟ من الرئيس الكيني، من الرئيس الأثيوبي أبي أحمد الكلب. قال السودان ما عنده رئيس وما عنده حكومة وما عنده شرعية وحيشكل خطر علينا، عشان كده احنا حنوقف طيرانه، حنطلع المدفعية 50 كيلو من المدن. اتكلم لنا أبي أحمد الكلبي ده. أبي أحمد الكلبي ده اتكلم قال كده. ده دليل على انه دارين يفعلوا حكومة المنفى. حلو، خدت الموضوع ده معاك بالجنبه. تعال نتكلم عن انه في حكومة تانية في السودان. لو قلنا لك حتقوم حكومة تانية في السودان بقيادة الدعم السريع، حتقوم وين؟ حتقوم في الفاشر. عشان كده العالم كله مستهدف الفاشر. من هنا الرسالة للفاشر، وبكرة عندي لايف للفاشر بس بالاسم، بالقبائل، بالإدارات الأهلية، بالقوات الموجودة، بالحركات المسلحة، بقادة الكفاح. الفاشر دي لازم تصمد. ودرس قدمته الفاشر للخرطوم، وأنا بقول لهم الفاشر قدمت للخرطوم درس. قالت لهم عاينوا تلاحم القوات المسلحة مع المواطنين. احنا شفنا المراسل الحربي في الفاشر كان داكا، وشفنا الشايلة كلاشة في الارتكازات المتقدمة كان داكا، وكانت تمشي تاكل اولادها في البيت وبيجي شايله كلاشه بتمشي تجيب في الارتكاز. ده النموذج الدارين الخرطوم تقوم عليه. والليله السيد الوالي اعلن عن انه المستنفرين في ولايه الخرطوم فاقوا ال 36,000 في 19 معسكر. الليله الوالي الخرطوم صرح عن المقاومه الشعبيه والاستنفار. كبروا يا اخواننا، الله اكبر. دي دائرة تنظيم وإعادة ترتيب. ده كلام البرهان في عطبرة. المستنفرين مدربين مسلحين مشتتين، هسي قالوا ينظموا 36,000. بيعملوا شغل ولا ما بيعملوا شغل؟ الفاشر قدم الدرس للخرطوم في انه تلاحم القوات المسلحة مع المواطن، والخرطوم قدم الدرس للفاشر وحتقدم لها درس انها صامدة 13 شهر، محاصرة المدرعات، محاصرة الاحتياطي، محاصرة كرري، مقطوع الكباري، مفصولة الاتصالات. كانت الخرطوم وما زالت صامدة. احنا بنقول للفاشر اذا بتسمعوا كلام الخواجات، بتسمعوا كلام الامم المتحده، قنوات الحدث والعربيه، الفاشر بلاد اشباح، الهجوم المكتساح، احنا خايفين. ما تخافوا وما ترجعوا وما تنكسروا، اقيفوا زي ما واقف الخرطوم. ده درس الرساله اللي بترسلها الخرطوم للفاشر. فاشر الصمود، فاشر التاريخ. الفاشر دي ما حقت اهلها، الفاشر ده تاريخ السودان، تاريخ افريقيا والشرف لكل المحيط الإقليمي ده. الفاشر السلطان دي باسمه، وانتوا عارفينه منه. انتوا عارفينه منه صح؟ لو مشيت السعودية سألت منه بوروك، لو مشيت الأماكن المقدسة بوروك. دي ما حقة الدعم السريع، ولن تكون حقة الدعم السريع، ولا حيحصل. استهداف الفاشر دارين يعلنوا دولة ودولة مستغلة للدعم السريع. بسقوط الفاشر مجهزين حكومتهم، وانتوا عارفين الموضوع ده. يجوا الدعامة حيعلنوا الحكومة. يبقى السؤال الاستراتيجي الثالث للسيد خالد سليك اللي هو بيهدد الآن بأنه حيقيم حكومة منفى. توقيع عبد الواحد والحلو مع حمدوك دي اسمها حكومة منفى. ما هو وقع معه بصفته رئيس وزراء شنو سابق. لا ما خلاص رئيس وزراء. يبقى هو الآن ده رئيس وزراء، اتعامل معه بصفته ما رئيس تقدم، رئيس وزراء. وقع. هتبقى عندنا حكومتين. قحط عندها حكومتين، حكومة في الفاشر بقيادة الدعم السريع، وحكومة منفى بقيادة حمدوك. خالد سيلك الكلب ده حيكون وزير فياته فين؟ حيعترف بياته ولا حتوحدوا بينهم؟ والله شفت انتوا هم ما لفيتوا الكدمول ده الا تطيروا. في النهايه حتبقى حكومه واحده، هي حكومه قحط والدعم السريع. دي جايه ليه؟ هي جايه لانه ده عمل مؤتمر الليله. شفتوا ان سونا العولق النواقص المهم انتوا عارفين كده قال لي الاجتماع ده في اديس ابابا، اجتماع من 600 شخصيه جايين من 30 بلد. اعلن عنه خالد سلك نائب رئيس تقدم، نائب رئيس الوزراء حمدوك السابق. الاجتماع ده حيناقش شنو؟ الاجتماع ده حيناقش شنو؟ حيناقش الكلام اللي قاله حمدوك مع الحلو. قالوا بصفته الفرديه المفرده،
قال للحلو احنا دايرين حكومة علمانية ودايرين نفصل وتغيير المصير للشعوب السودانية. الكلام ده الشارع ما تقبله والغربي ما تقبله. هو ده دليل هنا في رسالة هنا مترجمة. الغربي طبعا عاملين فيها شفوت، الخواجات عاملين فيها شفوت وما ما حاسبين حساب الكهنة الكبار المدورين القصة. فينه حبيبي فينه؟ طيب يعني هسه في داعي الجناح ده يقفل التليفون العامل فيه سكرينات. داير اقرا لكم واحد من الخواجات ديل اللي هو التقرير بتاع انتليجنس امس، اتكلم عن عدم، قال لك تفادى المبعوث عليك الله غسان نزلها لهم في الصفحه دي ذاتها، في صفحتك انت، ورسلها لنا نزلها لهم في الصفحه دي. قال لهم في انتليجنس، قال تفادى المبعوث الامريكي الظهور مع رئيس الوزراء السابق حمدوك لانه قاعد مع قوات الدعم السريع. هنا بيجي السؤال بتاع جعفر حسن، قال لو وصفنا قوات الدعم السريع ارهابيه هل حيوقف الحرب؟ قلنا له على الاقل العالم حيعترف بانكم ارهابيين والدعم السريع ارهابي، فما حيتعامل معه تاني بصوره علنيه والدعم اللي لاقيه حيقفل. وده اكدوا لك المبعوث الامريكي، قالوا امس زحى من حمدوك. طيب طبعا دي ضرامه خواجات، بكره الصباح هتلقاه حاضنه. العمليه دي كلها تحضيرات وتجهيزات للمؤتمر ده. المؤتمر ده حيناقش الكلام اللي قاله حمدوك مع الحلو. لما الحلو حمدوك قال للحلو تعال نعمل علمانيه وتعال نحدد تقرير المصير وتعال نجيب مساعدات من برا، ده ما كلام بتاع زول سرق سياده الدوله. ده ما كلام لما تتواجد في المحافل الدوليه باسم السودان وانت ما مخول يبقى انت حرامي. حمدوك سرق الحاجه دي وهو بيمارس في مهام انه هو حكومه بتاعت منفى ويدير السودان تماما، بيعمل اتفاقات، بيقعد مع دول رؤساء دول، بيحدد انه المساعدات تجيب وين، داخله وين، ده بيمارس في صلاحياته. طيب المؤتمر ده حق اديس ابابا حيناقش الكلام اللي قاله حمدوك، لكن حيناقشه بصوره موسعه. لما نجي نقول يا اخي علمانيه الدوله، فصل الدين عن الدوله، الكلمتين دي الشعب السوداني بحكم عقيدته ودينه بيرفضهم، وشاف تجارب بتاعت الناس الطبقون لقاهم ما هم جايين يعملوا حياديه مع الاديان، هم ديل جايين مستهدفين دين واحد، فالناس حترفضها. ال 600 نفر الجايين اديس ابابا حيقعدوا يناقشوا في الكلمه دي، كل واحد برؤيه مختلفه. تذكروا الناس اللي عندهم دقون، تذكروا كانت الممارسات، تذكروا الحفلات، تذكروا كانوا بيضربوا البيت الماشيه في الشارع. كل واحد حيقدم فكره، في النهايه خلاصتها فصل الدين عن الدوله. لما نيجي خالد سيلك يقول انه احنا حنطبق الاتفاق ده في السودان ونفصل السودان تغيير المصير ونفصل الدين عن الدوله، احنا سياسيين مدنيين يا حمدوك، احنا محتاجين قوه تخلينا نطبق الكلام ده في ارض الواقع. القوه كانت منه؟ الاتفاق الاطاري كان محروس بمنه؟ كان محروس بالدعم السريع. خالد سيلك تجرأ نزل الاتفاق الاطاري على ندوات وعلى الجامعات وعلى الشوارع وعلى على برلمان مدني؟ ابدا. خالد سيلك مشى وقع مع القوى اللي حتحرس له الاطاري. عشان كده حصل الانقلاب، دار يفرضوا ما قال يا حرب يا اطاري. فانت لما تجي تنزل حاجه زي دي في شعبك لازم تكون حارسه بقوه. فقاموا حيسالوه في المؤتمر، الخواجات حيسالوه في اديس ابابا، يقول له انت هسه حتفصل السودان ده تغيير مصير وتجيب العلمانيه، حتعمل الحاجه حتحرسها بقوه. هيقول لنا ايوه انا بالمناسبه موقع مع الحلو ده عنده جيش ومع عبد الواحد عنده جيش. السؤال الاستراتيجي يا خالد سيلك، موقع حمدوك السياسي والاجتماعي وصورته في العالم. الخواجات قالوا صورته اتهزت بعد توقيعه مع الحلو. هل حمدوك غبي لدرجة انه يوقع مع الحلو قبل المؤتمر؟ ليه ما كان انتظر يعمل المؤتمر بتاع اديس ده الليلة وبعد يومين يمشي يوقع مع الحلو وعبد الواحد؟ على الاقل كان سياسيا لقى سند. ليه حمدوك استعجل خطوة توقيعه مع الحلو وعبد الواحد ويظهر انه
يعمل على تدمير السودان ويتحمل الأقلام ويتحمل الأصوات، ما كان يصبر يومين ويوقع مع الحلو. فاهم يا خالد سلك؟ عشان لما تجي انت في مؤتمرك ده حتطلع قرارات ضد الشعب السوداني، وحتطلع قرارات ضد عقيدة الشعب السوداني، وحتطلع قرارات ضد مطالب القوات المسلحة. القرارات دي لازم تكون محروسة بقوة. فانت لما حتطلع تتكلم حتذكروا انكم وقعتوا مع الحلو اللي عنده جيش، ووقعتوا مع عبد الواحد المتمرد اللي عنده جيش، حتيجي تقولوا والله يا الشعب رفض الاتفاقية حقت حمدوك والحلو، احنا يا اتفاقية الحلو وحمدوك يا الحرب. حتيجي تقولوها تاني. المؤامرة دي ماشية والناس دي ما حيجيفوا، وحمدوك خطته في تقسيم السودان ما حتجيف، وتضييع الشعب السوداني ما حتجيف. الحل الوحيد للحاجة دي هي التعبئة العامة، هي سند القوات المسلحة، هي وقفة قادة القوات المسلحة، هي وقفة الشعب السوداني في حقه. الناس البرة والناس الجوا، ما عندنا حتة نمشي غير السودان. بكرر وبكلمكم تاني وبعيد لكم، وقبل الحرب دي ما تبدا قلت لكم حتمشوا مصر وحتمشوا اثيوبيا وحتتقفل فيكم الدول وحيطردوكم، لانه هو ما في النهايه هدفهم يعالجوا لكم مشاكلكم ولا يحتووكم ولا يؤووكم. الغرض الاساسي هو فناء الشعب السوداني. معركتنا القادمه دي الان بقت واضحه، ادواتها كلها في يدنا. المقاتلين اللي في الشارع 75% ديل المستنفرين من القوات المسلحه ديل، عمود القوات المسلحه بكلام القائد العام، هم ديل الشعب السوداني المستنفرين. ديل تاني ما في حاجه بترجعون، وما في اتفاق بيقعدون، وما في مفاوضات ولا في سلام. هدفنا حيبقى واحد، القضاء على الدعم السريع تحت اي مسمى واي شكل، القضاء على احزاب الخيانه. واول قاعده تتعلمها في السياسه عزيزي المستمع، اذا انت تقدر تخش حزب سياسي او كيان سياسي، إذا قدرت تخش حزب سياسي أو كيان سياسي، أول حاجة بقول لك المشروع حقك ده السياسي لازم يكون وطني. خالد سلك حساباته مشروعه مبني على الإطار اللي جابه فوكلر وجابته بريطانيا وجابته السعودية وجابته الإمارات. اي زول في تقدم مشروعه خارجي، اي زول في تقدم بيتكلم عن السودان بيتكلم بالسند الخارجي. حنعمل لكم، حنعتغلكم، حنفتح فيكم بلاغ، حنجيب لكم الفصل السابع، حنوقف طيرانكم. ايها الامم المتحده عينوا البرهان وجيشه بيعملوا في شنو؟ جيش الفلول. ما في مشروع وطني، ما عندهم مشروع، ما في مشروع. مشروع هو تقسيم السودان والنزل وتورط وانتهى الموضوع. كلنا وصلنا مرحلة الوعي المسلح. الليلة احنا رفعنا نداء الحصحيصة، وحنرفع نداء كل الولايات والمدن. الفاشر الصمود لازم يحصل لها امداد، القوات المسلحة لازم تمدها. بابانوس القوات المسلحة لا تخطها في الاولويات. ايها السادة الطيارين، ادوك تعليمات لبابانوسة حبابك، ما ادوك تعليمات تشحن طيارتك دي امشي السوق قول لنا اخوانا انا مودي حاجات بابانوسة. امشي السوق عديل، سوق تاتشر قول لي بتاع الخضار انا مودي حاجات بابانوسه، انا طيار حربي سوداني مودي حاجات بابانوسه، واربط المظله فيها ونزلها لهم اذا ما جاتك تعليمات. التعليمات اللي بتجيكم كلها تقدم، هجوم، اسناد، امداد. اي تعليمات غير كده تخليها في مكتبه والطياره دي عندك في الجو. وعندنا قصه بطوليه بعدين حتحكى لكم انه قائد طائرة سودانية عمل عملية انتحارية عدلت كفة المعادلة تاني يوم من المعركة دي. ده ما خالف تعليمات، ده لا ده ما خالف تعليمات، ده الصنعة التعليمات المفروض الناس تمشي عليها. احنا حنقيف مع الفاشر من بكرة احنا ساندين الفاشر. السودان كله فاشر، كل السودان الفاشر، كل القوات المسلحة الفاشر. انا دار اسمع تاني من اي عسكري يطلع لايف من بحري يقول الفاشر آمنة. انا ما دار اسمع ناس الفاشر يقولوا الكلام ده. انا دار اسمع مواطن في مصر يقول له الفاشر كيف، يقول الفاشر صامده وامنه باهله وبرجاله بامداد الشعب السوداني. انا دار اسمع الناس يقولوا الجزيره امنه وصامده، ما دار اسمع من الجزيره. انا دار اسمع من حلفه، دار اسمع من حلفه يتكلموا عن الجزيره، ودار يتكلموا عن انه والله قوات متحركه داخله على التكينه. يتكلموا المواطنين برا في القضارف. انا ما جاي اتكلم عن ارتكازات القضارف وما القضارف. الموضوع ده في يد الشعب السوداني الان. الكوره في يدكم، الميدان في يدكم، ديك المعسكرات، ذاك السلاح، ديل القاده اللي ما بيمشي معاكم صح يمشي لله نقطه عربي انتهى. ما تشكوا لي منه، ما في زول يشكي منه، ما في زاني جياش يشكي من قائد وجاتني تعليمات وما تعليمات. تعليماتك الصح
يا هداك اسمع من تسمع نداء الاستغاثه، تسمع صرخه مراه، تسمع انه الدعم السريع بيستبيح في قريه، لحد هنا يجي في الموضوع ده. النيل الابيض من بكره الصباح ما عندكم شغله غير تامين النيل الابيض. وقفوا اي مشروع، المشروع المجهود الحربي، وقفوا اي بناء، البناء هو الارتكازات المتقدمه، وقفوا اي مدرسه، المدارس هي تعليم ابنائنا ديل انهم يدافعوا عن نفسهم، يدافعوا عن اعراضهم، يدافعوا عن السودان ده. البلد ما بتجاعوج، المشوار طويل والمشوار صعب، المشوار ده داير صبر وداير ثقة في الله عز وجل. هي الدنيا دي كلها بنعيش ساعتين، يا تعيش راجل وتعيش بكرامتك يا تموت. بنموت في كل الحالات، في ناس بتقع طيارة، في ناس بيغرقوا في سفينة، في ناس حادث، في ناس عملية، في ناس في أي حاجة. هو في النهاية حنموت إحنا، لكن أنت الآن بتموت عشان يحيا بعدك آلاف السودانيين. الليله احنا العسكري الواحد قدامنا ده اللي بيستشهد في سبيل استشهاده ده بيأمنوا آلاف، وبيضمن انه الله احنا عساكرنا محسوبين لانه قلنا رجالنا شويه. احنا ما موضوعنا والله نكسر الرجال ونكسر، ما هو دي المعسكرات بتتفتح بيخشوا يومين بيهيجوا بيقفلوا الباب ويتخارجوا. احنا مشكلتنا في الرجال، رجالنا شويه، لكن والله الواحد اللي بنقدمه بغير في المعادله دي. المعركة دي ما مع الدعم السريع، المعركة مع الخونة اللي اسمهم قحط ديل، الخونة اللي اسمهم تقدم، الخونة المستهدفين انكم انتوا هم ما حيخلوكم. وما كل ما تحصل لنا نكبة الناس ترجف. احنا بنعمل في ده لشنو؟ ليه بنعمل في ما قاعدين في بيوتنا امنين. جونا المستعمرين ديل سرقوا اموالنا، انت قاعد تشوفهم كل يوم بيدخلوا قرية وبيستبيحوها، تتكلم معانا احنا؟ ما تمشي تتكلم معاهم. إظهار القوة في السودان وأعدوا لهم الإعداد ده والإرهاب. كل الإدارات الأهلية، كل القبائل، بكرة الصباح كلاشاتك فوق. دارين نشوف الحركة منكم، ما تقول لي جيشكم جا وجيشكم ما جا، ما في جيش بيجيك ولا دار يجيك ولا طلعوا ميتين نزاي. قوم انت ورينا الجيش ده يجي يسوي شنو ذاته. اللي بيتكلم في القائد يتكلم في الإدارة الأهلية حقتك قبل ما تصل قيادة القوات المسلحة. قيادتك انت ادارتك الاهليه، قيادتك انت راجلك في البيت، قيادتك انت ابوك في البيت، ابوك انت في البيت، ده القياده. شوفوا ابوك بيقول في شنو، اسالوه قبل ما تسالوا القياده بتاعت القوات المسلحه. حاجتنا قواتنا دي 36,000، احنا 50 مليون، مساحه السودان 1,800,000 كيلومتر مربع. نقسمه لك كيف؟ ننتظر انه يجي يغتصبوك يختطفوك يساوموا بيك بعربيه ثمنك انت، عربيه ثمنك انت 20 مليار. تقيف ابوك ده بسوي في شنو؟ اتحرك مشى الحامي ولا ما تحرك مشى الحامي؟ زوجك ده اتحرك مشى القياده، سلح ولا ما سلح؟ ولا داري يفكك، داري يبيعك هو قبل البيع اللي بتقولوه من قياده القوات المسلحه. ما ده زوجك اللي ما ماشي يدافع عنك، ده ما تحرك ولا وقف دكان ولا طلع له شوال بتاع سكر وداه القياده ولا الحامل العسكري ولا الاستنفار وقف اداهم جردل بتاع مويه. ده حيحرسك كيف ده بعدين؟ ده قيادتك انت تتكلم معه، وده الخيانه بتبدا من هنا. حفظ الله الشعب السوداني، حفظ الله القوات المسلحة، نصر الله الأمة السودانية.